السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة ترند لاين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ترند. ماذا يحدث في سجن أبو سليم أو في حي أبو سليم الذي كان يحكمه الكيكلي؟ زي ما انتم شايفين الأحداث والناس عايشة فوق الأرض في حي أبو سليم، وتحت الأرض حي تاني خالص جدا. اعتقالات لناس كل ذنبها إن هي بتقول كلمة حق، كل ذنبها ان ممكن تعارض، كل ذنبها ان ممكن تكون متدينة، كل ذنبها كذا وكذا وكذا. تخيل الناس بتحكي ان كان بيتنبوا عشان مين ينام، يفضل 10 واقفين عشان يستنوا واحد يقوم من ينام مكانه. جثث واشلاء مقطعة داخل هذا السجن بيفكرنا بسجن صدنايا في سوريا. في كل منطقة ظالم، ولما الظالم ده بيروح بتلاقوا مساوئه بلاويه. فيديو صوت وصورة شايفينه قدامنا اهو، ناس ماشية فوق الأرض ومش حاسة إن في ناس تحتيهم، وناس عايشة تحتيهم تعذب وتهان وتقتل بدم بارد. كل ظالم بيبان حقيقته للأسف بعد موته. شفنا بعد هروب بشار في سجن صدنايا وما حدث. هذا المشهد يبين لنا أن كل طاغية يريد أن يحافظ على عرشه ربنا بيهلكه في أهم لقطة فيه. بشار الاسد كان شايف ان هو خلاص الاله الذي لا يقهر، وكانوا يخلوا الناس يسجدوا له، يسجدوا لبشار ويصلوا على بشار ويعملوا لبشار. وفي الاخر بشار هرب ورجعت سوريا لشعبها تاني. وشفت السجون اللي فتحت منهم سجن صدنايا، وشفنا العذاب لدرجة والله حتى الغرب الكافر صعب على الناس دي. يحدث الان في ليبيا لولا هلاك هذا الغنوة، مسمينه غنوة او غنيوة، لولا هلاكه ده كانوا فضلوا الناس دي معذبين الى ان يلقى الله. يعني هيفضلوا معذبين لحد بقى ما ربنا يريد، وربنا اراد في الامر ده. يعني هلاكه كان سبب في نجدة ناس كتير جدا مظلومة داخل ليبيا تم حبسها وخطفها قهرا، برضو بسبب ان الدبيبي او القائد الحركة الوطنية في ليبيا كان سايب الامر قوي. وقلناها في الحلقة اللي فاتت، من امن العقابة اساء الادب. يا ريت بقى يتلم الشمل في ليبيا، يا ريت يحصل وقف اطلاق النار، يلم المشيليات دي. الناس اللي هربت من السجون وهي عليها احكام تقيله راحت فين؟ لازم يتم ملاحقاتهم عشان ما تحصلش بلبله داخل العواصم الليبيه او الولايات الليبيه او المحافظات الليبيه، بنغازي، طرابلس، سرت، اي ولايه هناك او اي محافظه، عشان خاطر ما يحصلش تاني ونعيد ذكريات 2011 لحد 2018 الحرب الشامل والدمار اللي كان بيحصل ما بين المشيليات هنا ومشيليات هنا. مش عايزين مشيليات تاني، مش عايزين ضرب تاني، ولا عايزين دم تاني، ولا عايزين واحد يمسك وزارة عندكم في ليبيا فاسد. مش عشان خاطر اسكته وامن سكوته اسيب له الحبل على الغالب لحد ما الاقي ناس مساجين تقتل وتشرد وتخطف وتهان تحت الارض، وناس ماشيه فوق الارض في حي ابو سليم. حفظ الله ليبيا وشعبها. وانتم شايفين المهازل والمجازر، والناس وهي طالعه فرحانه، وهي اصلا ما كانش في دماغها ان في وين تطلع، ولكن دعاء مظلوم منهم كان سبب في نجاتهم من هذا الشخصيه الغنوه، واللي ان شاء الله يكون عند ربنا دلوقتي بيقتص منه كل واحد مات بدعوه كل واحد مظلوم لسه عايش على وجه الارض. ومش هينسى المشاهد ده، ولا في سجن ابو غريب في العراق، ولا في سجن صدنايا في سوريا، ولا في سجن ابو سليم في ليبيا. حفظ الله كل الدول العربية والإسلامية وكل الشعوب العربية والإسلامية، وحفظ الله كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا، ويجعل كيده في كل ظالم باغي. ومن أراد بالإسلام خيرا فوفقه، ومن أراد بالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره. خلص الكلام، اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم ترند. كان معكم مازن يسري، في امان الله.